السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنشرح الخدعة اللي عليها الدور في سلسلة قرار تشريح اسمها قرش البقر، وهي المفروض جاية من ان ده قرش فقرش. طب ليه مش قرش البحر؟ علشان البقر هو اللي بيحاكي يعني الفكرة بتاعت السيريز دي او السلسلة دي، لان زي ما انتم شايفين كده من الثمنيل الموضوع فيه دم وفيه بقرة وفيه مش عارف ايه، فبس عشان كده ده اسم الخدعة. الخدعة بقى دلوقتي انا هشرحها لكم، عبارة عن ان انت بتخفي الجنيه وتظهره على ايد الشخص. وهقول لك على تركايه مهمه قوي 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 لو الشخص قال لك عيد الخدعه دي، لان اصلا الخدعه دي في الطبيعي المفروض بتتعمل مره واحده، يعني دي من ضمن الخدع اللي بتتعمل مره واحده بس انا اقول لك ازاي تعملها تانية بطريقه احسن عشان ما اطولش عليكم. يلا نشوف الشرح على طول. اول حاجه انت بتطلب من الشخص ان هو يديك جنيه مثلا او اي عمله، تقول له زي ما انت شايف هنا في كتابه وهنا في ملك، صح؟ طيب لو هي في ايد اليمين على ملك وانا حطيتها في الشمال المفروض تبقى ايه؟ فيقول لك كتابه، قول له مظبوط. طيب هي دلوقتي كتابة، لو حطيتها في اليمين على كده المفروض تبقى ايه؟ هيقول لك ملك، قول له تمام مظبوط. كويس ان انت مركز معايا علشان خاطر ايه؟ يعني دي حاجة مهمة يعني. خلاص ركز تاني هنا. طيب المرة دي ملك، المفروض كده ايه؟ فهيقول لك كتابة، قول له اقفل ايدك، فهيقفل ايده. هترفع ايده لفوق، وبعد ما ترفع ايده لفوق المفروض ان الكوين هتختفي وهو هيلاقيها فوق ايده. طيب ازاي الخدعة دي بتتعمل؟ انت الموضوع كله بيحصل يعني بنفس الترتيب كده. انت اول مره بتحط الكوين على ملك مثلا، على ملك، تنقلها تقول له ايه كده المفروض ملك ولا كتابه؟ فيقول لك كتابه. خلاص لو قال لك ملك برضو على الاساس يعني هو مفكر ان انت بتخدعه، فمثلا عملت كده فيقول لك ملك برضو، قول له لا بص انت مش مركز، ده التاني المره دي على كتابه، لو حطيتها هنا المفروض تبقى على ملك. مظبوط، ايوه كده انت بقيت مركز. فاهم؟ انت بتلعب على حسب هو هيرد يقول لك ايه. مش دي الفكره. الفكره كلها ان انت في المره الثالثه لما بتيجي تنقل الكوين مش بتنقلها، فاهم يعني؟ بتحط الكوين في المكان ده بالظبط علشان تقدر تبالمت. بالم يعني ان انت تحط الكوين هنا، ولما تيجي تنقل هو باين ان اصلا ايدك شكلها طبيعي ومفيش اي حاجه، بس في الحقيقه الكوين هنا لسه في ايدك اليمين. فانت ايه فايده الحركتين الاولانيين؟ اول حاجه انت بتمهد له اللي هيحصل، وبتزرع جوه مخه الصوره دي، الصوره بتاعت ان الكوين هنا في اليمين وبتتنقل في الشمال، الكوين تاني هنا في اليمين وبتتنقل في الشمال. لكن انا بالنسبه لي لو انت عملتها من اول مره ممكن يفكر ان انت ما نقلتهاش، فلما توري له مره واتنين مخه دي خدعه. يعني بتحصل في مخه. لازم تبقى فاهم ان الماجيك بيحصل في المخ الاول قبل ما يحصل منك او قبل ما يطلع منك، تمام؟ فانت لازم توهم مخه بالفكره او بالطريقه اللي انا بكلمك عنها دي. فخلاص اول مره، تاني مره، تالت مره حط الكوين كده ملك ولا كتابه، فيقول لك مثلا ملك، قول له طب اقفل ايدك كويس. وانا بحب برضو اعمل ايه؟ بعد ما احط الكوين اقول له كده ملك ولا كتابه، اقفل ايدك، يعني ملك ولا كتابه، وبعد كده بطلب منه يقفل ايده. فبعد ما يقفل ايده خلاص هو قفل ايده، هيرجع يفكر في ايه؟ في ملك ولا كتابه. واقول له لا بص ارفع ايدك لفوق، بحط ايدي انا هنا على ايده، خلاص يعني اهو عملت نفسي ان انا نقلتها، واقول له ملك ولا كتابه، اقفل ايدك. فهيقفل ايده وبعد كده يقول لك كتابه مثلا، قول له لا 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 ارفع ايدك لفوق. فهتيجي بالايد اللي فيها الكوين، طبعا هو مفكر الكوين هنا، هتيجي بالايد اللي فيها الكوين تحطها فوق ايده بالشكل ده كده، تقول له لا ارفع ايدك لفوق، وتنزل انت ايدك. طبعا الكوين هيفضل فوق، هو مش هيحس بيه. انت تعود على الحركه دي او تدرب على الخدعه دي مع اهلك الاول او مع اصحابك الاول قبل ما تعملها على اشخاص في الشارع. بعد ما ترفع ايده تقول له ها ملك ولا كتابه؟ ملك، صح؟ طب المفروض لو كده يبقى ايه؟ هيقول لك لا كتابه. اقول له طب بص هعمل حركه، هعمل كده، هتلاقي ان الكوين اختفت خالص. عارف راحت فين؟ هيقول لك فين؟ قول له هعمل كده، تلاقيها فوق ايدك. فهيبص على ايده، هيتخض طبعا ان الكوين فوق ايده. ممكن الناس تبقى عارفه الخدعه دي او عندها فكره عن الخدعه دي، بس المهم هنا ان لو الشخص قال لك اعملها لي تاني، عيد الخدعه دي تاني، هتعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ انا بعمل ايه بقى؟ بعيد نفس السيناريو تاني. افتكر ان الشخص بيبقى مستني في المره التانيه، او بيبقى اصلا هدفه في المره التانيه ان هو عايز يعرف ازاي الكوين طلع، مش عايز يتفرج للانترتينمنت. يعني انت اول مره بتعمل الخدعه الشخص بيبقى متاهب بيشوف ايه الماجيك اللي هيحصل. تاني مره بيبقى عايزك تعيد الخدعه، مش علشان هو مستني تاني يشوف الماجيكال مومنت، هو عايز يحاول يعرف السر. معظم الناس كده. فانت المره دي زي ما قلت لك الماجيك مش عباره عن خدعه، انت بتزرع الماجيك جوه مخه، بعد كده بتطلع الماجيك منك انت. فازاي بقى المره التانيه؟ هتعيد نفس السيناريو، اول مره، تاني مره، وتيجي في تالت مره تقول له بص هنا الايه؟ ملك مثلا، كده ملك ولا كتابه؟ اقفل ايدك وارفع ايدك لفوق. بعد كده تحط ايدك على كتفه وتقول له لا لا قرب عليا شويه. فهو المره دي منتظر امتى الكوين هيطلع فوق ايده.
تمام. فلما تقول له ارفع ايدك لفوق هيرفع ايده، وممكن تلاقي كل شويه اصلا عمال بيعمل كده، فاهم؟ عايز يشوف الكوين هتطلع امتى. فانت هنا المره دي خدعته، قلت له ارفع ايدك، فخلاص الناس كلها مركزه فوق الايد، ولكن انت في الحقيقه حطيت ايدك على كتفه، قلت له لا طب قرب عليا شويه، وبعد ما يقرب عليك طبعا هتسيب الكوين، فالكوين هيثبت على كتفه. فهي دي الفكره. ولو قالها لك مره ثالثه انت برضو اعمل نفس الشيء، يعني مثلا حط الكوين هنا، قول له ارفع ايدك، فهو هيبدا يبص على كتفه، على ايده برده من فوق. انت ممكن في الحاله دي مثلا تحط الكوين في جيبك او ايا كان. الفكره كلها في المس دايركشن، ان انت بتشاور له على حاجه او بتوجهه على حاجه، وانت في الناحيه الثانيه بتعمل حاجه ثانيه. هو ده الموضوع اللي انا يعتبر جاي اكلمك عنه، مش بس فكره الخدعه وان انت تعمل كده تقول له ارفع ايدك، لا انا جاي اعرفك ازاي انت تقدر تستغل او تفهم المبدأ بتاع الخدعه دي، وازاي تقدر تعيدها تاني وتدخلها في سيناريوهات تانيه كتير. فبس ده كان نهايه الفيديو لحد هنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه، واكتب لي تحت دلوقتي في الكومنتات ايه رايك في الخدعه دي، وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك. وبس كده، بحبكم، اشوفكم في فيديو تاني من سلسله قرار تشريح. سلام عليكم.